مساء الخير أعزائي المشاهدين، مع حلقة تحت عنوان الفتيات السوريات اللاجئات في جنوب كردستان أو إقليم كردستان. معي الضيفة فيان خليل. سعدتي مساء فيان. يسعد لي مساك أستاذ علي، أهلا وسهلا. يسعد لي مساء مشاهدين. أنا مبسوطة لأني اليوم معك بهاي الحلقة الجميلة. أهلا وسهلا فيك فيان. أنت من زمان بكردستان؟ نعم أستاذ، أنا صار لي 9 سنين بهولير أربيل. جميل. فيان، حابب أسألك بالنسبة لي، يعني من بين اللاجئين السوريين في إقليم كردستان هنالك الكثير من الفتيات اللاجئات. يا ترى كان منهن الكثير اللواتي كان يدرسن في سوريا، هل أكملن دراستهن في إقليم كردستان أم تركن الدراسة، ولماذا؟ في الحقيقة عندما لجأوا إلى جنوب كردستان أغلبية الفتيات تركن الدراسة، اضطروا يتركوا الدراسة وبسبب الظروف المعيشية السيئة والحالة الاقتصادية السيئة اضطروا إلى ترك الدراسة واتجهوا إلى الذهاب للعمل من أجل إعالة أسرتهم. من أجل إعالة عائلاتهن. نعم. طبعا هنالك نسبة كبيرة منهن من تفوقن في الدراسة، نشاهد ذلك على الإعلام. نعم، نسبة كثيرة منهم تفوقوا، ولكن بسبب الظروف الاجتماعية السيئة، الظروف الاقتصادية، أغلبهم تركوا الدراسة للذهاب إلى العمل لإعالة أسرتهم. للأسف. للأسف، نعم أستاذ. ماذا بخصوص العمل؟ الفتيات إلى أين يتجهن؟ أي نوع من العمل؟ هل هنالك عمل؟ في الحقيقة في البداية اضطروا إلى ضغوطات كثيرة أثناء البحث عن العمل بسبب اختلاف اللغات واختلاف اللهجة الكردية أيضا أثرت فيهم أثناء البحث عن العمل. أغلبهم اتجهوا إلى العمل في المولات والكافيتريات والمطاعم، وأغلبهم اتجهوا إلى العمل في الصالونات النسائية، وأنا واحدة منهم يعني. ولكن في الوضع الحالي أغلبهم اضطروا للهجرة إلى الدول الأوروبية من أجل تكميل دراستهم. بالنسبة للهجرة إلى أوروبا، هل يهاجرن مع عائلاتهن أم بالنسبة بزواج لم شمل أو ماذا؟ أغلبهم هاجروا مع عوائلهم عن طرق التهريب من أجل الحصول على حياة أجمل، من أجل أن يكملوا دراستهم في الدول الأوروبية، وأغلبهم اضطروا إلى الزواج من أجل الهروب من الوضع المأساوي التي يعيشونها، خاصة في الكامبات. في الكامبات، ماذا بالنسبة للكامبات؟ هل أيضا يشتغلن أم ماذا؟ في الحقيقة أغلبهم نعم لجأوا إلى العمل، يعني حياتهم كانت أصعب. كانوا يضطرون إلى المجيء إلى وسط المدينة من أجل الحصول على العمل. أغلبهم كانوا يعملون في تنظيف المستشفيات، يعني حياتهم كانت أصعب. إذا بالنسبة للكامبات، هل يحق لهم الخروج من الكامب والعودة إليه مرة ثانية؟ نعم نعم نعم، كان يحق لهم. نعم، من أجل الحصول على العمل كان يحق لهم الخروج من الكامب. إذا يشتغلون في عدة أشغال، صعبة أو سهلة. نعم. ماذا بالنسبة للرواتب، المعاشات؟ في الحقيقة الرواتب يعني أحيانا كانوا يحصلون على رواتب متدنية. في هذه الحالة ليست للفتيات أيضا، للشباب أيضا هنا كانوا يضطرون إلى العمل برواتب قليلة جدا لكي يحصلوا على قليل من المال لمساعدة عوائلهم.
وخاصة الذين كانوا يستأجرون بيوت يضطرون إلى دفع آجارات. من أجل هذا كانوا أستاذ صوت راح. نعم نعم نعم، تفضل. نعم. تحدثنا عن الرواتب، إذن الرواتب بشكل عام قليلة. الرواتب بشكل عام قليلة، لا تكفي آجار البيت، إعالة العائلة، مصروف الماء، الكهرباء، قليلة جدا. لهذا السبب أفراد العائلة الكبار منهم الفتيات أغلبهم كانوا يضطرون للجوء إلى العمل. من أجل هذا كانوا يتركون دراستهم والذهاب إلى العمل. نعم. طب سؤال آخر، نقول فتاة سورية لاجئة في كردستان وليكن تعمل في فندق، وفتاة من مواطني الإقليم أيضا تعمل في نفس الفندق، هل رواتب الاثنتين متساوية أم لا؟ رواتب الاثنتين أظن أنها متساوية، ولكن لا، يعني كيف أقول، أغلب فتيات السوريات كانوا يشتغلون أكثر، يعني أكثر. أما الآن يعني فتيات، كيف أقول لك، الآن منذ أن جئنا في أربيل هولير، حسب عاداتهم كانت الفتيات لا يشتغلن، فقط الفتيات السوريات كانوا يشتغلن. الآن فرص العمل أتاح لهم هم أيضا، الرواتب نفس الشيء، أظن نفس الشيء. جميل. قبل أن ننتقل إلى السؤال الآخر سوف أقرأ تعليقات المشاهدين. آرجين، مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة. سعود كولو، أيضا سلامي لك ولضيفتك. المصطفى نضال إيفارباش. سعود كولو يسأل، طبعا السؤال ربما ليس ضمن عملك أو اختصاصك. سعود كولو يقول: هل هناك في الإقليم قانون يحمي حقوق اللاجئين في العمل ويضمن حقهم؟ أعتقد هنالك حالات كثيرة من اللاجئين السوريين تم هضم حقوقهم من مواطنين، طبعا مواطنين هناك ولم يحصلوا على حقهم. طبعا هنالك محاكم عادية، أعتقد أنهم يستطيعون الالتجاء إلى المحاكم، أليس كذلك؟ يستطيعون الالتجاء إلى المحاكم، نعم نعم، للمطالبة بحقوقهم. إذن ليس هنالك قانون خاص بهم، ولكن مثلهم مثل أي مواطن يستطيعون اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن المطالبة بحقوقهم. نعم نعم نعم. جيد. نأتي إلى موضوع العنوسة بين الفتيات السوريات في جنوب كردستان أو إقليم كردستان. هل هنالك عنوسة بين الفتيات؟ إن وجدت هنالك عنوسة، ما هي الأسباب؟ في الحقيقة نعم، يوجد حالات كثيرة للعنوسة في إقليم كردستان، والسبب هي الحالة الاجتماعية التي حالة الحرب والهجرة، اللجوء إلى جنوب كردستان أدت إلى انتشار حالة العنوسة. الشباب، يعني ماذا أقول، حالة البطالة، انتشار البطالة، أغلبية الشباب لجوا إلى الهجرة خارج البلاد، أغلبية الشباب استشهدوا صدا للعدو. هنا انتشرت حالة العنوسة في البلاد. وماذا أيضا، المرأة لجأت إلى العمل من أجل إعالة أسرتها، هذه أيضا من أحد أسباب العنوسة، تأخرها في الزواج من أجل إعالة أسرتها. هذه الأسباب أدت إلى انتشار العنوسة في المجتمع. طيب، إذن هنالك عنوسة ولها أسباب عديدة. طيب، نعم. هنالك في تركيا تضطر الكثير من اللاجئات للزواج
من مواطنين أتراك على زوجة أخرى، كما يقولون بتروح على ضرة. نعم. حينها أعتقد في العام 2014 قمت بعمل تحقيق صحفي عن هذا الموضوع وسألت الكثيرين، وتم نشر التحقيق في جريدة كلنا سوريون. هنالك هذه الحالة، يعني طرد الفتاة أن تتزوج بمواطن من الجنسية التركية من أي قومية كانت، من أجل ربما تأمين حياتها، وتقبل على نفسها أن تذهب على ضرة، علما لا يتم تسجيل زواجها بشكل أصولي قانوني. هل توجد هذه الحالة في جنوب كردستان أو إقليم كردستان؟ في الحقيقة توجد هذه الحالة في إقليم كردستان أيضا. لجأت كثير من العائلات إلى تزويج بناتهن بهذه الطريقة، وخاصة الفتيات يعني صغيرات السن يتزوجن برجال كبار في السن مقابل مبالغ مالية تقدم للعائلة. في الحقيقة هذه الحالات منتشرة كثيرا بسبب سوء المعيشة التي يعيشونها، وبسبب عدم المساواة بين الفتيات والشباب. وأيضا الكثير من الفتيات يظنن بأن الزواج بهذا الشكل قد يساعدهن في الخروج من هذه الحالة المأساوية، ولكن أقول بأن الزواج بهذه الطريقة ليس نهاية لخلاصة تلك المشاكل، ليست نهاية لخلاصة تلك المشاكل. حتى يعني بعض الفتيات بعد زواجهن بهذه الطريقة اضطروا لحالات نفسية سيئة أكثر، اضطروا إلى الطلاق بسبب ماذا؟ بسبب عدم التجانس ربما بين الشخصين، بين الزوج والزوجة. نعم، بسبب عدم التجانس الفكري بين الطرفين، بسبب عدم التجانس الفكري بين الطرفين أدى إلى حصول كثير من الطلاق بين هذه الفئات. نعم. طب السؤال، أنت خدي راحتك، إذا مثلا فيك تحكي مثلا بالعامية تفضلي احكي، بالعربية الفصحى أنت حرة. أنت اخترتي العربية الفصحى لهيك أنا حكيت بالعربية الفصحى، يعني أنت احكي بشكل أنت ترتاحي بالحكي. نعم. السؤال الثاني انه هدول اللي بيتزوجوا من شخص ثاني، من مواطنين الاقليم، او كمان بيتزوجوا من سوريين كبار بالعمر؟ نعم. منذ اسبوعين سمعت هناك، رأيت مقال على الفيسبوك، فتاة من مواليد 96 تزوجت برجل من مواليد 62 مقابل مبلغ من المال دفعها للعائلة وأخذها لأوروبا. يعني هذه الحالات تحصل كثيرا. الفرق شاسع، أكثر من 3 عقود. نعم. بالفعل. في الحقيقة يعني أنا يعني أستاذ بدي أحكي بالعامية، يعني بعض الأحيان يعني لا نستطيع لومهم. اضطروا يعني بعض العائلات اضطر إلى بيع كلاويها لكي تخرج نفسها من هذه الحالة المأساوية. في الحقيقة هذه الحالة تحصل كثيرا. أمر مؤسف جدا. نعم. النص لهذه الحالة. لذلك مصطفى نضال يكتب: بعدما أصبحنا لاجئين وحتى في الوطن لا حقوق ولا شيء، نحن مشتتين أينما كنا. إدريس المجدل أيضا يقول: مساء الخير لك ولضيفتك ولجميع متابعي قناتك الكريمة. بيلا تقول: تحية لكم، هذه من ويلات الحرب، وأيضا تتزوجنا من كبار السن. طبعا تكلمنا الآن نتكلم بيلا عن هذا الموضوع. ماذا بالنسبة تزويج القاصرات؟ طبعا نحن نتكلم عن الفتيات السوريات، جميع مكونات سوريا، جميع القوميات طبعا. نعم. لذلك نتكلم باللغة العربية كي يفهم الجميع. ماذا بخصوص تزويج أنت قلتي بداية بالنسبة للفتاة التي مواليدها في 96 أعتقد قلتي من
من رجل 62 مواليد 62. مواليد 62. هذا الرجل كان من سوريا؟ في كامبات بدهوك. الرجل كان من سوريا. نعم، من روج آفا، والفتاة من روج آفا. تمام، من روج آفا كردستان. إذا هنا الموضوع واضح والأسباب أيضا واضحة. ماذا بالنسبة لتزويج القاصرات من هن دون سن الرشد؟ نعم، بصراحة يعني بسبب الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، السيطرة على الحياة الجنسية للفتاة، حماية شرف الأسرة، العادات والتقاليد، انعدام الأمن. هي أحد الأسباب التي يؤدي إلى تزويج الفتيات في صغر السن يعني. وخاصة يعني أثناء الحروب والأوبئة، المجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دونية، ينظر إليها دائما بأنها عبء عليهم. لهذا السبب يلجؤون إلى التخلص منها بتزويجها باكرا. نعم، هذه الحالة منتشرة يعني. أتمنى من المنظمات الإنسانية أن تتدخل في هذا الأمر، وأن تضع حداً لانتشارها، لأنها تتدخل، ولكن حسب التقاليد والعادات لا زالت موجودة، لا زالت تحصل هذه الزواج يعني، لا زالت تحصل. للأسف يعني إذا هنالك حالات تزويج لقاصرات أيضا بانعدام الأمن، انعدام الراحة النفسية بالنسبة للاجئ، بكون اللاجئ دوما في حالة خوف أينما كان. للأسف دوما في حالة خوف. حتى في ربما رواية الثورة الموؤودة اليوم وصلتك نسخة مني، يوجد فيها أنه أنا كتبت أن اللاجئ في حالة خوف دائم، لا يعرف متى سيطرده صاحب العمل من العمل، لا يعلم متى سيطلب منه صاحب البيت أن يخلي البيت كي يزوج ابنه أو لأي سبب آخر. إذا اللاجئ دائما في حالة خوف. ربما هذا أحد الأسباب الذي يدعو إلى زواج أو تزويج الفتاة القاصرة. نعم. طبعا الضحية دوما يضطرون إلى تهجير أبنائهم إلى الدول الأوروبية وتزويج بناتهم في صغر السن يعني، وهم صغار يضطرون إلى زواجهم وتهجير أبنائهم إلى خارج البلاد، يظنون بأن هذه هي الراحة النفسية، علما أن هذا يعتبرون البنات عبئا عليهم. للأسف. خلف آغا يقول السلام عليكم. سلافوريز خلف، ويكتب أيضا والإهمال بشكل عام رأيه طبعا يصنع الإرهاب. جوان السينو من كندا يكتب سلافوريز لك ولضيفتك الكريمة سلافوريز جوان ريزو سلاف بوتا وبو حموتا ما شابانا شخب زماني عربي بوش برگو مخوست سوري كي لي قداري بك زانبه و اب سركچای وتخوازم تبكيف اخوة ببي فيان يعني بالنسبة لهذه الأمور، خاصة بالنسبة لتزويج القاصرات وبالنسبة للعنوسة، هل تريدين إضافة شيء آخر على الموضوع؟ نعم أستاذ، صراحة يعني هناك ارتباط بين وضع المرأة في مجتمع الشرق الأوسط وبين وضع المرأة والسلام. كلما كانت المرأة أكثر حرية في المجتمع، أخذت حريتها، كلما كان المجتمع أكثر هدوءا وسلاما وأقل حروبا. أنا كوني كمرأة صار لي 9 سنين بأربيل، واجهت صعوبات الحياة بنفسي. أريد أن أوجه كلام للفتيات. أغلب الفتيات يعتمدن على الزواج أو وجود رجل إلى جانبهم لكي يساندون أنفسهم لمواجهة صعوبات الحياة، ولكن أريد أن أوجه كلاما لهم: ساندوا أنفسكم بأنفسكم. لا فرق بين الرجل والمرأة، المساواة، هناك مساواة بين الرجل والمرأة.
أريد أن يا أستاذ هنا أريد أن أوجه لك سؤالا، ماذا يعني المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا؟ طبعا بحسب القوانين الوضعية، يعني القوانين التي وضعها البشر، أيضا بحسب القوانين السماوية: الحق في الحياة، الحق في العيش الكريم، الحق في العمل، الحق في اتخاذ القرارات المصيرية، الحق في التعبير. هذه أراها حقوق إنسانية لكل البشر. نعم أستاذ، المساواة في حق التعبير، المساواة في حق التفكير، المساواة في العمل سواء كان داخل المنزل أو خارج المنزل. لا يعني حرية المرأة لا يعني تطفل المرأة على الرجل، ولا يعني تطفل الرجل على المرأة. المساواة يعني المساواة في التفكير، المساواة في العمل، المساواة في الحقوق بين الطرفين. في الحقيقة يعني في مجتمعنا يفضلون البنين على الفتيات. يعني أنا أريد أن أوجه للفتيات: ساندوا أنفسكم بأنفسكم، لا تنتظروا أحدا كي تقفوا على قدميكم، واجهوا صعوبات الحياة بأنفسكم. المرأة في مجتمعنا دائما تلجأ، تظن بأنها ضعيفة، دائما تظن بأن في حياتها لا يوجد سوى البكاء، لا يوجد سوى الظلم، لا يوجد سوى القهر. لا تستطيع مواجهة كل هذه الأشياء إلا بوجود رجل بجانبها، ولكن هذا غلط، وهذا شيء بالنسبة للرجال. صعوبات الحياة يجعل من الإنسان قويا. أنا أريد من النساء أن يكونوا أكثر قوة لمواجهة تلك الصعوبات. نعم، أنت تقصدين ألا يتطفل أحدهم على البعض، بمعنى ألا يعتمد أحدهم على البعض الآخر في كل شيء. مثلا عندما تعمل المرأة تستطيع الاعتماد على نفسها، توفير مصروفها، مستلزمات البيت، حاجيات الحياة. نعم. جميل. قبل أن أكمل أريد أن أقرأ. يعني أستاذ الكريم، يعني بعض الأحيان بعض النساء يعتقدن بأن حرية المرأة تسلط على الرجل، إهانته. أنا أقول هذا ما أود أن أقوله، ليس تسلطا. وبنفس الوقت الرجل لا يعني إن كانت المرأة تريد الخروج للعمل هذا يعني أنها يمنعها من هذا الشيء. المرأة يحق لها أن تخرج إلى العمل، يحق لها أن تعبر عن تفكيرها، عن تعبر عن حريتها، تأخذ حريتها بنفسها. أيضا أحيانا تظلمون الرجال أنتم أيضا عندما تمتلكون القوة في الإقليم. هل تريدين إضافة شيء بالنسبة لتوجيه كلمة للفتاة السورية اللاجئة سواء في الإقليم خارج الإقليم؟ وماذا بالنسبة للحرية؟ كما كتبت MRG، الحرية يجب أن تكون ضمن الأصول. كيف تنظرين إلى الفتاة في الحرية في لبس كل ما تريد أو ما يخطر على بالها، كل ما تتفوه به؟ كيف تنظرين إلى هذه الأمور؟ الحرية أيضا لها حدود. في بعض الأحيان نرى بعض الفتيات يتكلمن بطريقة غير جميلة، لا تليق بها. بعض الفتيات لديهن بعض أساليب لا تليق بأنوثتها. هذه لا تعتبر حرية. الحرية تعني نيل حقوقها بالذهاب إلى العمل، بتعبير عن أفكارها، المساواة بينها وبين الرجل. كيف يعني يحق للرجل العمل خارج المنزل، يحق لها كيف تعمل داخل المنزل، أن يكون الرجل أيضا نفس الشيء، لا يعتبر عبدا لها. في بعض الرجال يعتبرون النساء عبدا لها. في بعض الأحيان بعض النساء يعملن خارج المنزل ولكن لا يحصلن على حريتهن.
هناك لا زال قيود تقيد المرأة في نيل حريتها، لا يعني العمل خارج المنزل نالت على حريتها. أريد أن أوجه لفتيات السوريات وللفتيات الكرديات لا فرق بينك وبين الرجل، القوة سوية، القوة بينك وبين الرجل نفس الشيء. يعني أريد منهم أن يعني يجادلوا مع الحياة، يحاربوا الحياة، يحاربوا الصعوبات، لا ينتظروا أحدا كي يجعلهم يقفون على قدميهم لمواجهة هذه الصعوبات. ما أريد أن أقول لهم إن التي كانت تريد أن تدرس بإمكانها أن تدرس وتكمل دراستها، سواء كانت في أوروبا، والتي لا تستطيع الدراسة أريد أن أقول لها لا تجلسي في المنزل وتنتظري من يتصدق عليك. واجهي هذه الصعوبات، بإمكانك أن تعملي. هناك كثير من الأعمال اليدوية كالعمل في الصالونات، الخياطة، كل هذه الأشياء بإمكانها أن تخرجها من هذه الصعوبات لمواجهة الحياة. أنت تعملين في صالون كوافيرة أو نعم. حلاقة للسيدات؟ نعم للسيدات. يعني لا يوجد حلاقة للرجال لا. لديكم؟ إذا أنا لم أستفد لدينا في شيئا. الصالون عندنا لا يوجد حلاقة للرجال. أنا لم قصدك أستفد شيئا. إن كانت لي زيارة في كردستان لا أستفيد شيئا، لا أستفيد شيئا منكم. مع الأسف. وحلاقة شعري صعبة جدا نتيجة كثافة الشعر. نصيحتك بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الذي أصبح يشكل خطرا على الفتاة، بمعنى التحرش الإلكتروني أو يسميها التحرش الإلكتروني، وصف جميل. صح. صح. أنت ماذا تقولين؟ يعني في الحقيقة التواصل الاجتماعي، يعني أستاذ هلا أنا بحكي معك، نحكي بموضوع نستفاد منه والمجتمع بيستفاد منه. يعني التواصل الاجتماعي إلى جانب مفيد جدا للمجتمع، ولكن مثل ما قال جوان من الجانب الآخر استعمله يعني من الجانب الأكثر يعني المجتمع صاير بيستعمله أكثر شيء لهذا الشيء، للتحرش الجنسي. يعني نرى أحيانا الشباب يعني بيعملوا صفحات على الفيسبوك بعدة أسماء من أجل التواصل مع الفتيات. هذا الشيء يشكل خطرا على المجتمع في الحقيقة. استخدموا التواصل الاجتماعي بشكل خطأ. نعم. طيب، هو وصف جميل طبعا، ولكن قانونا ليس اسمه التحرش. التحرش يكون اسلوب آخر، يكون هنالك تواصل جسدي. تحرش أي اعتداء بشكل أو آخر على جسد المرأة، ولكن على الفتاة أن تكون حذرة، تكون لأن حذرة هذا من الأمر هذا الشيء. لا يكون بالغصب والإكراه. إبراهيم تويس كانال، سلامي لك أيضا. جميل. فيان، أتينا إلى نهاية الحلقة. كلمة أخيرة تقولينها؟ بتشكرك أستاذ على هذا اللقاء الجميل. الكلمة الأخيرة يعني بحب أوجهها للمجتمع السوري بشكل عام. إن شاء الله يفرج علينا وتخلص هذا الحرب. ويعني بحب أوجه كلامي للفتيات، يعني انتبهوا من التواصل الاجتماعي اللي بيصير هلا حاليا على الانترنت مثل ما قالوا. ويعني بحب أقول لهم إنه واجهوا الحياة، واجهوا الصعوبات، ولا تنتظروا أحد، لا تنتظروا حدا ليساندكم. ساندوا نفسكم بنفسكم، وقفوا على رجليكم، واجهوا صعوبات الحياة بأنفسكم، وإن شاء الله راح تحل الفرج. جميل. أتمنى من الله. قبل ذلك سأقرأ، هنالك تعليقان سأقرأ. ما مستل للأسف المرأة تقارن رجل في هذا الزمن برجل العصر الحجري أو ما قبل 50 سنة. إلا القليل من الرجال في هذا الزمن يتحكم بالمرأة كالعبدة، وليس في اللبس والتماد كما قالت الأخت فيان. أيضا هنالك
إبراهيم تويس كانال أيضا من يكتب لنا من كندا، يقول كلام جميل. وخلف آغا شكرا لكم على وقتكم الجميل. وإبراهيم تويس كانال ألف تحية لك. إذا أتمنى من الخالق أن يعم الخير والسلام على سوريا، أن تنتهي هذه الحرب القذرة، أن نحاول نحن السوريون، كرد، عرب، آشور، سريان، من جميع المكونات، أن نحاول أن نخرج من هذه الحرب بأقل الخسائر النفسية. أركز على الموضوع النفسي، ألا نخسر أنفسنا. أتمنى من الله ذلك. أشكرك جزيل الشكر فيان خليل، كنت معنا من هولير. شكرا لك، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. إلى حلقة قادمة، تبقون بخير وسلامة. سباس فيان. سباس ماما. سباس. قال لك كيف صح. سباس.